الحمد لله غفار الذنوب والستار الهيوب وكاشف الكروب وعلام الخيوب يعلم قائنة الأعين وما تخفي القلوب زديد العقاب قابل التوب ممن يتوب نحمده تعالى يجود بأحسن الموهوب ونذكره عز وجل سمل بإحسانه كل مربود ونسأله العفو والعافية والنيل كل مطلوب ونستغفره لذنوبنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بردائه من شقته وبمعافاته من عقوبته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا المأمور مع حسمته بالاستغفار لذنبه وللمؤمنين وبعد عباد الله ذنوبنا كثيرة ورحمة الله قريب من المحسنين وأعمالنا سيئة والله لا يصلح عمل المفسدين وما نزل بلاء إلا بذنب ولا كسف إلا بتوبة فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون فإنه يحب التوابين وضهوه قائلين إن هذه أيدنا إليك بذنوب ونواسينا إليك بتوبة وأنت أرحم الراحمين وما نزل بأهل أرض من سدة ولا أصابتهم المئنة إلا ليحلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين فمرة يختبر بالمصائب عباده المؤمنين وتارة يعاقبهم على ما وقع منهم وما سلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقوله أيضا ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فلا تصرفنكم عن الله مهنته ولا تسكلنكم عن طاعته نعمته من حكمة الله عز وجل أنه لا يديم لعباده حالة واحدة بل يتهدهم بالشدة والرخاء ونبلوكم بالسر والخير فينا كما تكون فقر فينا كما كأنه يكون فقر نعمة وكما تكون النعمة غنيا كذلك يكون النعمة فتنة بل لأحسن فائدة وتوجه إليه تعالى تائبين مستغفرين ورد المسالم إلى أهلها فإن الله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما ولا تسلموا إن كنتم مؤمنين وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تسلمون ولا تسلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى الميسورة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وقوله أيضا والله لا يضيع أجر المحسنين اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاختم الخريف بأنماها وأسقاها وأثمرها آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين وبحمده يستغيث المستغيثين ومجيب دعوة المضطرين وكاشف الكرب المكروبين ومسبق النعم على عباده أجمعين لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وربك يخلق ما يشاء ويختار وهو الولي الحميد فسبحان من إله كريم سمل بكرمه ورزقه وإحسانه القريب والبعيد ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وقوله أيضا وربك على كل شيء حفيظ ولكنه يؤتى لحكمته ويمنع لحكمته إن ربي على صراط مستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله إن الله عنده حلم الساعة وينزل الخيس ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما ستكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقوله أيضا وهو الذي ينزل الخيس من بعد ما خنتوا وينصر رحمته وهو الولي الحميد وقوله أيضا
أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون عباد الله أنزل الله تعالى خيزين لعباده أحدهما أهم من الآخر والناس يحتاجون إليه أشد من الآخر أما قيس الأول وهو قيس القلوب بما أنزل الله من الوحي على رسوله وهو الخيس مادة حياة القلوب والسعادة الدنيا والآخرة وبه يستجلب قيس الثاني وهو قيس الأرض بما أنزله من المطر وقد خرجتم يستقيزون ربكم لعاسي الخيس وإنه لجدير بنا أن نهتم بقيس الأول قبل الثاني لأن به سعادة الدنيا والآخرة وهزول الخيس الثاني قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كسبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقوله أيضا على اللسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقوله أيضا هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم وحيث كانت المال وحيث كانت المال كانت الفنة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا اللهم إنا نستغفرك إليك كما كنا نستغفرك أولا وآخرا وظاهرا وباطنا بجاه محمد وأصحابه والأنبياء والأولياء اختم الخريف بأنماها وأسكاها وأسمرها وأخلاص منها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب يسر لنا طريق الأسود من خطران يا رب اجعل هذا البلد وسائر بلاد المؤمنين آمنة مطمئنة يأتيها رزقا رغدا من كل مكان يا رب انصر المجاهدين في كل مكان يا رب انصر من نصر الدين واقصر من قصر المسلمين يا رب عليك بأعداء الدين يا رب دمرهم يا رب أهلكهم بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وسرابها وعلى آله وصحبه وسلم تقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.